إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزاتي وحبيباتي المشاهدات، أهلا وسهلا بيكي، نورتيني وحشتيني. شوفي يا حبيبتي الغالية، أنا هاخد البدنجان أشيل منه الكاس كده من فوق بإيدي، ما استخدمش السكينة خالص. ليه بقى؟ علشان عايزة أعمله مخلل أو محشي بالثوم. شلت الكاسات بتاعت كل البدنجان وغسلته كويس جدا وهسيبه في المصفى يتصفى. وكمان هعمل مخلل خيار، هديكي المقادير المظبوطة قوي علشان تبقي عارفة المخلل هيطلع معاكي مظبوط جدا. خلاص، غسلت كل الخضار وهسيبه يتصفى كده شوية، وجهزت مية على النار علشان احط فيها البدنجان يتسلق. دي اول حاجة. ولا بتحطي بقى مع خل ولا ملح ولا حاجة عشان ما يتهريش منك. وهدخل على ايه؟ هدخل على تخليل الخيار. احط الخيار كده هرصه في البرطمان، سواء كان بلاستيك او ازاز مش هتفرق. وكده احسن انك تاخدي الخيار الرفيع وهو ده اللي تخليه معاه كام واحدة فلفل كده اللي موجودين عندي، وحبة توم او حبتين توم، وتقطعيهم كده فوق الخيار عشان يديله بس ايه، نكهة لطيفة. عايزة تحطي معاه كرفس حطي، بس انا الحقيقة ما بحبش طعم الكرفس مع المخلل. طيب دلوقتي هحط لكل كوباية مية معلقة ملح كبيرة واحدة. هو ده المقدار المظبوط جدا، ولا اسهل من كده. جميل. انا يمكن المقادير اتلخبطت معايا، بس لما اتفرجت على الفيديو وانا بعمل له مونتاج لقيت ان انا لخبطت، فظبطت الدنيا بعد كده. لكن هو الاصل لكل كوباية مية معلقة ملح واحدة. معلقة ايه؟ معلقة اكل يعني اللي احنا بناكل بيها الرز. جميل. لو احتاج شوية مية زودي، مفيش مشكلة. بعد كده بقى هحط شوية زيت على الوش عشان يمنع عنه الهواء، و3 ايام بالكتير ان شاء الله وهتلاقيه استوى بقى زي الفل. حطيت كمان كيس عشان اضمن ان القفل بتاعه محكم تماما، تمام خالص وزي الفل. هنسيبه بقى وندخل على تجهيز حشو البدنجان اللي احنا بنسلقه دلوقتي. دول ايه؟ 10 فصوص توم تقريبا او راس توم يعني، وشوية فلفل بقى حامي على بارد زي ما بتحبي. عايزة حامي حطي الحامي، مش عايزة حامي خالص حطي معاه فلفل رومي، فلفل بارد زي ما بتحبي. حطهم في الكبة وهفرمهم مع بعض. ومش هحط عليهم دلوقتي الملح. ليه بقى؟ علشان الملح ليه خاصية كده انه بينزل مع التوم، بيخلي التوم ينزل مادة كده لزجة. فانا هحطه بعد ما افرم التوم اهو. هحط نص معلقة ملح تقريبا، او مثلا معلقة الا ربع على حسب ملحك، تحبيه عالي ولا واطي. هاخده بس ضربة خفيفة خالص كده، يبقى الايه، الحشو بقى تمام وجاهز. البدنجان اتسلق وكله تمام. هاخد منه كوباية مية من سلق مية سلق البدنجان. هاخد منه كوباية علشان بعد كده هسقي بيها البدنجان في الاخر. هطلع بقى البدنجان من المية السخنة وهبتدي احشيه معاكي واحدة واحدة. بصي، انا ما بحبش احط الحاجات اللي فيها توم كتير، ما بحبش احطها في علب بكون بستخدمها بعد كده. هي صحيح العلبة دي صحية جدا، بتدخل ميكروويف، بتتغسل في غسالة الاطباق، يعني ما بتتفاعلش خالص، لان احنا هنحط على البدنجان ليمون وخل وكده، فالعلبة لازم تكون صحية. لكن انا ما بستخدمهاش بعد كده الحقيقة، فبحطها في العلب دي اقدر استخدمها وبعد كده اتخلص منها. صراحة ريحة التوم ما بتطلعش خالص من الحاجة. اغسلها بالخل، اغسلها بالكلور، ما بتروحش. فبفضل اني اعمل كده الحاجات اللي فيها توم كتير. شفتيني بقى ان انا شقيت البدنجان كده من اوله لاخره، وبديت احشي كل البدنجانات وارصهم في العلبة بالشكل ده. على فكرة يا حبايبي، انا بتوقع ان حد يقول ايه، انتي بتعلمينا ايه طريقة حشو البدنجان بالثوم والفلفل؟ يعني ما حدش مش وصفة يعني، لكن في بنات صغيرين بيبقوا مش عارفين، فانا بعلم البنات اللي ما يعرفوش. دلوقتي انا عصرت بقى الليمون فوق البدنجان، وكمان
الكوباية اللي احنا شلناها من سلق البدنجان، سقيت البدنجان بيها، بتديها طعم جميل جدا مع معلقة خل واحدة. خلاص كده بقى البدنجان زي الفل وجهز، وهسيبه بقى يتخلل. هغطيه وهسيبه لحد وقت الغدا، هتلاقيه اتخلل وبقى جميل جدا. أكلتي المفضلة واللي بحبها وبعشقها العدس البني أو العدس الأسود، أو العدس اللي بجيبها. أنا غسلته كويس وبعدين نقعته في مية، هسيبه كده شوية منقوع في المية على بال ما أجهز له الخلطة بتاعته. عبارة عن ايه بقى؟ فصوص من التوم، يعني لو الفصوص كبيرة حطي مثلا 3 4، لو الفصوص صغيرة حطي راس توم كاملة، هو بيحب التوم. ومعاه شوية فلفل حامي أو بارد، ويعني فرمتهم كده في الكبة. وأول حاجة من خلطة العدس. دلوقتي هجيب بقى بصلة كبيرة كده ومحترمة، هقطعها وافرمها كمان. وهتشوفي ان العدس ده مش هياخد منك 3 دقايق، والله 3 دقايق عمايل، وهتسيبيه على النار 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، واسرع اكلة. وبصراحة انا بحبه جدا جدا جدا. اهو حطيت كده العدس بقى على نار عالية. في الاول هحطه على نار عالية، وبعد الغليان هوطي النار خالص كأنه بيتدمس. دلوقتي بقى نزلت البصل، وهنزل كمان التوم والفلفل، كله على بعض، كله على بعض. معلقة صلصة عشان تديله لون حلو، وممكن تستبدليها بالبابريكا. معلقة كمون صغيرة، مهم جدا الكمون مع العدس. وربع معلقة شطة مثلا لو حبيتيه حامي، عشان الفلفل ده ما كانش حامي، والعدس بيحب انه يكون حامي. هقلب بقى كله مع بعض كده تقليبه، وبعدين هنزل ب3 معالق زيت او 4 معالق زيت. خلاص هقفل عليه، وبعد الغليان ههدي النار خالص لغاية ما يستوي، هياخد ربع ساعة. بعد كده هدخل على المواعين، هغسل بقى المواعين اللي انا استخدمتها في الطبخ او في الادوات يعني اللي استخدمتها كلها. وما تسيبيش الحوض بتاعك مليان مواعين، علشان تخلصي اول باول وتلاقي نفسك خلصتي الاكل وخلصتي الحوض، ما خليتيش فيه ولا حاجة، يفضل مطبخك نظيف وزي الفل. على فكرة يا جماعة، انا او يا بناتي الصغيرين وبأكد، اهتمي انك تغسلي الصواني من فوق ومن تحت. اوعي تهملي ظهر الصينية ولا ظهر الطبق. والله العظيم انا شفت ناس بتغسل الاطباق من فوق بس وبتسيبها من تحت. لذلك انا قلت انوه على البنات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا، اغسلي الطبق من فوق زي ما بتغسليه من تحت، اديله نفس الاهتمام. وقبل ما انهي الفيديو، عايزة أدعي لإخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك، أن تنصر إخواننا في كل مكان في بقاع الأرض. آمين. أشوفك على خير.